بشرى كبيرة لمن يرى شهر رمضان في المنام، لأنه يدل على قدوم الخير والبركة في الرزق. تعالوا ما نرى إيه تفسيره في علم تفسير الأحلام يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد على أفضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو هنتحدث معكم عن رؤية شهر رمضان في المنام. طبعا كل رؤية لها يعني معاني جميلة جدا محمودة، ولها معاني غير محمود. لكن رؤية شهر رمضان في المنام بيبقى من الرؤى المحمودة جدا، ولها بعض الأمور بس البسيطة الغير محمودة، وهنشرح لكم ونوضح لكم عشان تستفيدوا. رؤية شهر رمضان يا حبايب قلبي في المنام بتبقى من أجمل الرؤى المبشرة بإيه؟ إن إذا الإنسان رآها لو مريض معناها ربنا هيشفيه. لو مريض، لأن الإنسان مش بيصوم الا الانسان الصحيح. ربنا يعني الانسان اللي عنده صحه بيصوم، اللي بيبقى عنده مرض ربنا بيجبرها وبييسر الامور انه يفطر. فبيدل على صحه الانسان صاحب الرؤيه، وبيدل على يبقى اذا بيدل على الشفاء من الامراض وقضاء الدين. لو انسان عليه دين هيقضي دينه. ورؤيه شهر رمضان برضو لو انسان رأى في المنام بيدل على الهدى وعلى التقوى، لان هنا بتدل على البركه وبتدل على البركه في الرزق وعلى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان احنا هنا بنتقى الله وبنتقرب الى الله. فاذا الانسان ما يشوف شهر رمضان فهنا بيدل على التقرب الى الله وعلى الخير وعلى عمل الخير في رمضان، لان الانسان بيحب يعمل خير ويتقى ويتعبد اكثر في شهر رمضان يا حبايب قلبي. فبتبقى من الرؤى المحموده. امتى بيبقى مش محمود؟ هو ساعات رؤية شهر رمضان بتدل لما إنسان بيشوفها بتدل على غلاء الأسعار، لأن هنا معناه أنت صايم. فالحاجة صايم ليه؟ لأن الحاجة غالي أو ضيق في بعض الطعام. هو دي بس الحاجة الوحيدة إذا الإنسان رآه بيبقى إيه؟ بدل يعني لو مش كان في شهر رمضان فبدل الإنسان ده إيه؟ في غلاء في الأسعار أو حاجة كذلك، والله أعلى وأعلم. لكن شهر رمضان من اعظم شهور السنه يا حبايب قلبي. اذا الانسان رأى في المنام فبيبقى من الدلائل الكبيره جدا على قدوم الخير والبركه في الرزق والتصالح مع الاهل والاصدقاء. بتبقى من الرؤى المبشره، بتدل على التفاؤل والتغيير الايجابي في حياه الانسان. بتدل على معاني روحيه للانسان يتجسد فيها الانسان بقربه من الله. فبتبقى من اجمل الرؤى المبشره بالعباده والصلاه والالتزام بالخلق الديني. اذا الانسان رآه فبتبقى بشرى لكل من يراه في المنام. يقوم الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى اذا راى راحه صائم، لان الانسان لما يرى راحه صائم فبيدل على ان هذا انسان على تقوى وعلى صلاح، انسان مؤمن ماسك بار بدينه. يعني ربنا هيفك كربه في اي انسان يرى راحه في الايمان انه صايم. فدي معناها ان ربنا هيرفع من قدره وهيبقى في ايه؟ بره دين. يبقى اذا شهر رمضان في المنام احنا وضحناه بيدل على ايه؟ بيدل على يعني بعض الامور. اذا انسان شاف ساعات بيدل على ارتفاع الاسعار او شح في طعام، ولكنه يعكس قوه ايمان وخلاص من الهموم وشفاء من الامراض وقضاء دين، ويدل على الرزق والبركه. يبقى ليه معاني ايجابيه ومعاني ايه؟ بعض المعاني السلبيه. طب الصوم في المنام، رؤيه الصوم في المنام بتدل على صلاح حال الانسان اللي صايم، يعني انسان على صلاح. وبتدل ان انسان بيقوم باعمال صالحه بتقرب بها لله. يعني هذا انسان هيتقرب عند قرب لله، ربنا بيحبه. جاب صايم معناها انسان قريب من الله، ورب يدل على مكانته مرفوع عند الرب العالمين. ربنا هيرفع مكانته. واذا انسان راى روح صايم في المنام بتبقى من اجمل الرؤى المبشره اللي بتدل على ان حياته القادمه هيبقى فيها سعاده، فيها استقرار، في تحقيق لامنياته اللي بيتمناها. والله اعلى واعلم، كل شيء بعلم الله يا حبايب قلبي. فاذا هنا اذا الانسان راى روح صايم في رمضان فيبقى اذا افرض انا شايف روحي صايمه في شهر رمضان بدل على ان انت انسانه ان شاء الله ربنا هيرزقك الخير وهيرزقك الطاعه، وبتدل على البركه لك في حياتك وعلى رضا الله عنك، وعلى ان انت انسانه ايه؟ قريبه من الله، والله اعلى واعلم. فاحنا بنوضح عشان كل واحد يعرف ايه معنى تفسير. طب مثلا العزباء لو شافت قدوم شهر رمضان بيدل عليه. اذا الفتاه العزباء رات قدوم شهر رمضان او شافت هلال رمضان بيدل ان هذه الفتاه انسانه ملتزمه باداء العبادات، متماسكه بالدين والاخلاق الاسلاميه، انسانه يعني قريبه من الله. فهنا من الرؤى اللي بتدل على تحقيق امنياتها. هل كانت بتطمح في حاجه ربنا يحققها ليها تبقى من اجمل الرؤى المبشره ليها. بتدل ان في فرح وفي سرور قادم ليها، لان شافت روح هلال رمضان. وبتدل ان هذه البنت لو بتعاني من كرب او تعب هيزول، بتدل على النجاه من الضيق او التعب. لان رؤيه الصيام هنا معناها ان انت انسانه قربانه من الله، ربنا راضى عنك، معناها ربنا هيفك كربك. جابك وانت نايمه وميته ميته صغرى ان انت بتصومي او شايفه هلال رمضان، معناها ان انت انسانه بتتقربي الى الله، فمعناها ربنا هيفك كربك ويزيل همك وهيستجيب لدعواتك.
فبتبقى من أجمل الرؤى المبشرة إذا الإنسان الفتاة العذباء شافتها، فبتبقى رؤية جميلة جدا. وبتدل على ان هذه البنت يعني ايه قريبه من الله، وان هي بتتقرب الله كتير. طب بالنسبه للمراه المتزوجه، المراه المتزوجه بتدل على ان ان شاء الله شافت لها رمضان، بتدل لها على بشرى بنيل المال، ان ربنا هيرزقها مال من حيث لا تحتسب. بتدل على ان عندها خير وعندها رحمه وبشاره ليها في حياتها، ان هتنال علم من مع منفعه. ان شهر رمضان من الانسان بيتعلم فيه التقرب الى الله، بيتعلم فيه العبادات، بيتعرف فيه التقوى والايمان، فبيبقى خير. بتبقى بالنسبه للمراه المتزوجه بدلها على الخير والبركه في الحياه وفي العيش، بدلها ان يعني المعيشه بتاعتها هتبقى فيها صلاح وهيبقى فيها وسعه. بتبقى بشرى ليها ان هتلاقي حد يساندها وهيقف جانبها من بيتها ومن اهل بيتها. فبتبقى من الرأي المحموده للمراه المتزوجه دي شافت شهر رمضان. اما لو شافتها في غير وقتها فمش دي، لو شافتها في وقت، يعني في فرق بين ان انت تشوف شهر رمضان في وقته وخلاص هو جاي، دي بشرات كلها اللي انا قلتها دي لها بشرات. اما لو شافتها في غير وقتها فبتبقى مش محموده خالص. ليه؟ لانها في غير وقت معناها انها في سوء في الدين، معناها انها وبتدل على يعني قدوم مشاكل بالنسبه لها، لان هنا يعني وجه لها في غير وقت، يعني عليها الصوم، عليها تتقرب الله عشان ربنا يفكرب. لكن لو شافتها في وقتها محمود ورؤية. اما شافتها في وقته وشافت قدوم العيد فبيدل على بشاره وفرج وخير. ما شافتها في وقته وكمان العيد جاي، والعيد بيدل على امنيه ضاعت منك هتعدك، بيدل على فرحه، بيدل على سعاده قادمه للانسان. فرؤيه الصوم للمتزوجه بتدل على الخير والصلاح الحلو، الهدايه لها ولاولادها. أيوة، احب فيه هدايه لها واحب فيه فتح ابواب رزق لهم الفتره القادمه، والله اعلى واعلم. فبتبقى من اجمل الرؤى المبشره. فبحب اقول لكم من هالوقت كل سنه وانتم طيبين بقدوم شهر رمضان المبارك. ربنا يجعلها عليكم شهر مبارك، يرفع حسناتنا فيه ويعتقنا من النار ويرفع ويتجاوز عن سيئاتنا، ويجعلها شهر مبارك عليكم كلكم جميعا، ويعتقنا الله سبحانه وتعالى من النار، ويرفع قدرنا ويرفع درجاتنا في الآخرة يا رب، ويتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب. يجعلها شهر مبارك علينا كلكم يا حبايب قلبي. بتمنى يا حبايب قلبي إذا عجبكم الفيديو أن تعملوا لايك واشتراك في القناة، مش هستكفي بهذا القدر. وبتمنى إذا عجبكم الفيديو أن تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان كل شيء جديد يوصلكم. وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وأنتم بصحة وسلامة وبسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.